الخطوة. تمام. جزاكم الله خيرا. طيب فضيلة الشيخ، حضرتك تكلمت عن قلت صيام الصيام عن الأكل وصيام الجوارح. نعم. طيب سؤال هنا بقى، وهل ممكن الإنسان يصوم أو صيام المعدة فقط وما يصومش بالجوارح؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. هذا يفسد صيامه. هذا يفسد الصيام ولا ينال المسلم إلا الجوع والعطش. جزاكم الله خيرا. أنا حضرتك قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثواب الصيام. نعم. من صام رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبه. بس صح. انتهى الحديث. من صام رمضان، وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبه. حقيقة الإنسان لما يستشعر كده بأنني وحضرتك وكل الناس المسلمين، لما أنا أصوم رمضان إيمانا بما يقوله الله ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، واحتسابا أي يقينا على كل ما يقوله الله ويقوله النبي صدق، الله يغفر لي كل السيئات ويعفو عنك كل الخطايا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإيه تاني بقى؟ ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن الإنسان منا لما يخرج من رمضان الله يغفر له كل السيئات، والله يرفع عنه كل الخطايا ويبدلها سيئات وسيبدلها حسنات. ده من عظيم عطايا الله تبارك وتعالى للمسلم. ولذلك بنقول يا اخوانا احنا عايزين نخرج من رمضان لرمضان، لأن الله تبارك وتعالى إذا تقبل هذه الأعمال ووصلت عندي حقيقة التقوى تجد أن المسلم يخرج من رمضان إلى رمضان. أما كثير جدا من الناس اللي بيصوموا رمضان وبيصلوا ولا نجد هؤلاء في المساجد في شوال. يبقى هل هؤلاء تقبل الله صومهم؟ هل هؤلاء صاموا صياما حقيقيا؟